السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد الشريف، مدرس مادة الاحياء، طلبة تانية ثانوي، حبايب قلبي. يا رب تكونوا بألف خير. طيب ان شاء الله هنشرح مع بعض كده منهج الترم التاني كاملا كاملا على قناة اليوتيوب. طيب بس كده؟ لا طبعا، ده انا كمان عامل لكم جروب تليجرام بينزل عليه اسئلة. طيب الاسئلة ديت هتبقى مضمونها ايه او شكلها عامل ازاي او هتتحل ازاي؟ اولا انت لازم تجاوب السؤال. بعد ما تجاوب السؤال بعدها بيوم هتلاقي في ريكوردات نازلة بشرح مني أنا تفصيلا كده لكل سؤال. يعني السؤال أنا بفسره لك كلمة كلمة وحرف حرف. طيب بعد كده أو أنا هستفاد إيه أصلا من الكلام ده؟ أنت هتستفاد من الكلام ده إن أنت كده بتفهم طريقة تفكيري، بتفهم طريقة تفكير المدرس. اللي هو زي الطالب كده يقول لك ايه، انا عايز مثلا اخد دماغ المدرس ده احل بيها في الامتحان. فانا فعلا هديك طريقة التفكير بتاعتي، طريقة التفكير بتاعة المدرس. يعني انت ان شاء الله خلاص السنه الجايه كلها يعني كام شهر وتبقى تالتة ثانوي. فمحتاج بقى تتعلم ازاي تفكر وتحل كتير 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 كتير. طيب بس كده؟ طبعا لا، في امتحانات شهور. كل امتحان شهر هرجع لك هينزل لك مني ملخص كامل للجزء اللي انت هتمتحن فيه. طيب بس كده؟ لا طبعا، هينزل لك بنك اسئله كامل على الجزء ده، محلول برضو على قناه اليوتيوب. كل المطلوب منك انك تفتح الفيديو تقعد تسمع بس كده. انت كده ضمنت الماده باذن الله. طيب انا مش هسيبك، انا هشرح لك من المذكره بتاعتنا. يعني مش هقعد اكتب واضيع وقت في كتابه، انا الكلام قدامنا بس مكتوب بالمذكره مش من كتاب. طيب علشان نستفاد من الصور اللي هتبقى موجوده، علشان نستفاد من المقارنات. انت مش محتاج تقعد تسمع وتضيع وقت واقعد اكتب قدامك. انت محتاج انك تلم اكبر قدر من المعلومات في وقت قصير، وبعد كده تقعد تذاكر مع نفسك، بعد كده تقعد تحل. طيب يبقى باذن الله احنا خلاص كده اتفقنا ان في مراجعات في جروب تليجرام، في كل حاجه انت عايزها. طيب وفي كمان على فكره هيبقى في مسابقات على جروب تليجرام. طيب بعد كده بقى ايه المطلوب؟ اولا المطلوب انك تسمعنا، يعني ده اول حاجه، وتذاكر. طب تاني حاجه بقى انك تدعمنا. عايزين لايك، عايزين شير، عايزين سبسكرايب كده في القناه. يعني وتبعت القناه لاصحابك وتبعت الفيديوهات لاصحابك، علشان الدال على الخير كفاعله. فاحنا عايزينك يعني تدعمنا كده وتروق علينا واحنا ان شاء الله معاك يعني السنه دي والسنه الجايه، وان شاء الله في الجامعه كمان. طيب اولا كده نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كده معانا في حاجه اسمها الاخراج في الكائنات الحيه. طبعا انت المنهج بتاعك عباره عن جزئين اتنين بس. يعني المنهج عباره عن فصلين، اللي هو اول حاجه الاخراج، تاني حاجه الاحساس. طبعا عندك منهم، عندك 8 دروس، الثمان دروس دول منهم درسين في النبات. طبعا انا عارف ان انت ما بتحبش النبات ومحدش بيحب النبات، ولكن ان شاء الله معانا هيبقى سهل وبسيط جدا 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 جدا. طيب فدلوقتي هنظبط الانسان. اول حاجه عندنا اول درسين في الانسان، وبعد كده نبقى نظبط الدرسين بتوع النبات. اولا كده انت يعني اكلت. احنا خدنا الترم الاولاني بقى التغذيه، واخدنا النقل، واخدنا اللي هو الايه التنفس الخلوي. فانت اكلت، وبعد ما اكلت نقلت الاكل، وبعدين عملت له امتصاص، وبعدين عملت له بقى تنفس خلوي وخدت طاقه والكلام ده كله. وماذا بعد؟ في اكل زياده عن جسمك، في مواد ناتجه عن العمليات دي، في ميه بقى، في ثاني اكسيد الكربون، في مثلا فضلات، في في حاجات كتيره كده محتاج انك تخرجها من جسمك. طب ليه محتاج اخرجها من جسمي؟ لان الحاجات دي طول ما هي في جسمك هي ضاره بالنسبه لك. فانت طول ما هي في الجسم هي ضاره، فانت عايز تعمل ايه؟ عايز تخلص منها. يبقى دلوقتي في حاجات ناتجه عن عمليات حيويه في جسمك، فالحاجات دي هتبقى ضاره بالنسبه لجسمك لو انت سبتها، فاحنا عايزين نتخلص منها. يبقى دي اول حاجه عندنا. فعلشان كده هنوصل ان احنا نعمل عمليه الاخراج، اللي هي انت هتتخلص من كل المواد اللي في جسمك انت مش محتاجها. فتعالى كده نشوف مع بعض. اولا كده العمليات الحيويه اللي بتحصل في جسم الكائن الحي مالها بقى؟ بيبقى تحتاج الى انشطه كيميائيه تختلف عن ايه؟ تختلف عنها بعض الايه، تتخلف عنها بعض الفضلات. طيب ما بقول يعني ايه تختلف؟ دي تتخلف عنها بعض الفضلات. كلمه وكلام مش راكب مع بعض. سيبك بقى من الكلام ده، خلينا في الكلام اللي هو اللي بالحب ده، اللي هو هيطلع عنها او هينتج عنها بعض الفضلات. فبعض الفضلات ديت هتبقى طول ما هي في جسم كده، هي بعض الفضلات او المواد التالفه، فلان هي لو تراكمت في جسمك هتسبب لك الكثير من المشاكل والاضرار. فاحنا لازم نتخلص منها، لازم الجسم يتخلص من المواد دي. لازم نتخلص ايه؟ لازم نتخلص منها. طب تعالى ازاي نتخلص منها؟ عن طريق ان احنا نعمل عمليه اسمها عمليه الاخراج. هي عمليه انا ككائن حي، انا كانسان كنبات كحيوان هبدا اتخلص منها.
طب لو انا بتكلم عن الانسان والحيوان، فانا هتخلص من الايه، من العمليات دي، من الفضلات دي. طيب الفضلات دي ناتجه عن ايه بقى؟ ناتجه عن العمليات الحيويه، وناتجه عن الانشطه الكيميائيه اللي بتصاحب العمليات الحيويه. يبقى ناتجه عن عمليات حيويه وعن انشطه كيميائيه بتصاحب هذه العمليات الحيويه، فلازم ان احنا نتخلص منها. يبقى دلوقتي ديت عندنا اخراج عمليه حيويه. انا دلوقتي لما اجي احرك حاجه من جسمي او اخرج حاجه من جسمي، يبقى دي اسمها عمليه حيويه. طيب العمليه الحيويه ليه؟ لان اولا ان هي تعبر عبر حاجه اسمها الغشاء البلازمي، وهنعرف ده دلوقتي. طيب بيتخلص فيها الجسم من الفضلات ناتجه عن ايه؟ عن عمليات حيويه او عن حاجات مصاحبه ليها، تمام كده، اللي هي بنقول عليها الانشطه الكيميائيه. طب زي ايه؟ يعني مثلا تعالى كده، مش انا هعمل تنفس خلوي؟ مش التنفس الخلوي ده عمليه حيويه؟ ايوه ده عمليه حيويه. هيصاحب العمليه الحيويه انشطه كيميائيه وحاجات كده، فهينتج عنها في الاخر ايه بقى؟ مش انا خدت الجلوكوز سي 6 اتش 12 او 6، فانا في الاخر هينتج عندي ثاني اكسيد الكربون سي او 2، تمام، 6 سي او 2 طبعا، زائد اتش 2 او، ده المهم اتش 2 او. يبقى انا طبعا نتج عندي H2O وثاني أكسيد الكربون، دول ناتجين من مين؟ من تكسير الكربوهيدرات، من تكسير الكربوهيدرات. عارفين الكربوهيدرات؟ يبقى كده أنا ممكن أقول إن الكربوهيدرات بينتج عنها ثاني أكسيد الكربون ومين؟ ومية. تعالى كده نشوف الكلام ده أهو. أنا دلوقتي تعالى كده، أولا كده عملية الإخراج، تمام، اللي هي زي إيه مثلا؟ زي المية وزي ثاني أكسيد الكربون، ناتجين عن تكسير حاجة اسمها الجزيئات العضوية. خلي بالك هنا في لعبة، ممكن اقول لك جزيئات عضويه، ممكن اقول لك نشا، ممكن اقول لك كربوهيدرات، ممكن اقول لك جلوكوز، اي حاجه عايز اقولها لك هقولها لك. يبقى كلمه مواد عضويه او جزيئات عضويه، ممكن نقول ثاني اكسيد الكربون والميه ناتجين عن الايه، الحاجات دي كلها. طيب ايه تاني بقى؟ تعالى نرجع تاني عشان في لسه حاجه عايز اقولها لك. في حاجه اسمها الفضلات الايضيه. الفضلات الايضيه ديت بتبقى فضلات ضاره للكائن الحي، فلازم يتخلص منها. فيعني لما يجي لك مصطلح كده مثلا يقول لك، او مثلا خصوصا بتوع الازهر يقول لك يعني ايه فضلات ايضيه، تفضل بقى تلف حوالين نفسك في الامتحان. الفضلات الايضيه يعني الحاجات اللي ناتجه عن العمليات اللي هي الايه، الايضيه، اللي هي التفاعلات الايض او التمثيل الغذائي. يبقى انا اقدر اقول لك دلوقتي التفاعلات الناتجه عن العمليات الحيويه يقصد بيها تفاعلات ناتجه عن عمليه الايض، عن عمليه التمثيل الغذائي. ركز في الالفاظ، ركز في الكلام، انت تالتة خلاص داخل تالتة ثانوي، فلازم تركز في كل حاجه. يبقى ممكن اقول لك ان الايض او التمثيل الغذائي او التمثيل الغذائي، اي حاجه من دول انا بالنسبه لي بقول لك خلاص. الهدم، عمليه انا عمال اكسر اكسر اكسر، فالكسر بيطلع مواد، فالمواد اللي طلعت دي نفس الفكره. طيب تعالى اللي بعد كده. اولا كده ده شكل الجسم كله، ده شكل الجسم، وهناخد بقى بما ان هو قايل لك الكلام ده لهدف محدد، يعني قايل لك الحاجات اللي في الرسمه دي لهدف محدد، لان انا هقول لك دلوقتي حاجه اسمها اعضاء الاخراج، وهنرجع للصوره دي وهعرفك دلوقتي ليه مكتوب فيها التفاصيل دي كلها بالظبط كده. طيب عمليه الاخراج بقى، علشان احنا يعني كنا زمان مفكرين ان الاخراج ده مثلا زي اللي هو الطعام الغير مهضوم اللي هو بيخرج من جسم الانسان في صوره براز، فاحنا كنا مفكرين ده اخراج. للاسف هو ده مش اخراج. طيب امال ايه ده؟ ده مش اخراج. طب ليه؟ يعني هو يعني ايه مصطلح الاخراج اصلا عندك؟ الاخراج معناها ان اي حاجه بتطلع من الجسم عبر الاغشيه البلازميه. يعني ايه؟ يعني اي حاجه بتنفذ من الغشاء البلازمي، عشان انا بقول لك عليها عمليه حيويه بتحصل ان هي بتخرج من جسم الكائن الحي. فدلوقتي اي حاجه بتعبر الغشاء البلازمي، فانا بقول لك ان هي كده ده كده اخراج. طب الميه وثاني اكسيد الكربون، هو مش الميه دي ممكن مثلا تخرج من الجسم عن طريق الجلد؟ فالجلد ده فانت بتعبر اغشيه بلازميه، ما هي خلايا بقى هي، يبقى انت طول ما انت بتتكلم عن خلايا يبقى انت بتتكلم عن اغشيه بلازميه. يبقى دلوقتي الميه وثاني اكسيد الكربون، لان انت كمان لما هتعمل في الخليه هتعمل تفاعلات التنفس الخلوي ده في خليه، فالخليه هيطلع منها الميه، هيطلع منها ثاني اكسيد الكربون. يبقى اي حاجه بتنفذ عبر غشاء بلازمي فده تعتبر عمليه ايه، عمليه اخراج. عكس كده ما هوش اخراج. طيب عندنا مثلا الفضلات النيتروجينيه، زي مثلا عندنا حاجه اسمها النشادر، عندنا حاجه اسمها اليوريا، عندنا حاجه اسمها حمض اليوريك، دول كلهم ناتجين من تكسير الايه، البروتين. ثانيه واحده، نشادر، يوريا، حمض اليوريك. عايزين نفهم يعني ايه نشادر، عايزين نفهم يعني ايه يوريا، عايزين نفهم يعني ايه حمض الايه، حمض اليوريك. تعالى كده افهمك بقى كل الكلام ده. اولا كده، اولا النشادر ده اللي بيخرجه
الاسماك المائيه او الكائنات البحريه اللي هي في الميه، الكائنات اللي هي ايه، الكائنات المائيه، الكائنات المائيه. طيب اي حاجه عايشه في الايه، في الميه. تمام كده. طيب بعد كده لو جيت قلت لك احنا عندنا بعد كده اخدنا، قلت لك ايه، قلت لك اليوريا. اليوريا دي احنا اللي بنخرجها. طيب اليوريا دي بقى، اليوريا 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 دي بقى اللي هي ايه بالظبط كده. اولا انت عندك دلوقتي اللي في الاخر هيخرج في صورة بول، فده اليوريا. يبقى ده بيخرجوا مين، الثدييات. طيب والبر مائيات. بعد كده عندك مثلا حمض اليوريك. حمض اليوريك مين اللي بيخرج حمض اليوريك؟ اللي هو مثلا عندك الزواحف، عندك الحشرات، عندك الطيور. يبقى الزواحف والحشرات والطيور، يبقى دول كلهم بيخرجوا مين، بيخرجوا حمض اليوريك. طب اشمعنى، يعني ايه الفرق، ما كلهم كانوا يخرجوا نشادر او كلهم كانوا يخرجوا يوريا او كلهم كانوا يخرجوا حمض اليوريك؟ علشان بقى ان النشادر دهيت بتكون سريعة الذوبان، سريعة الذوبان. فانا دلوقتي لو في ميه، انا عايز حاجه تدوب ولا حاجه تبقى صلبه؟ لا انا عايز حاجه تدوب، يبقى سريعة الذوبان، سريعة الذوبان. انما بقى حمض اليوريك دهوت بيبقى كريستالات، بيبقى بلورات. فالبلورات او الكريستالات ديت بتبقى غير دايبه، يعني ما بتدوبش في الايه، ما بتبقاش دايبه في الايه، في الميه. طيب يبقى دلوقتي انت عندك دلوقتي خلاص فهمت يعني ايه فضلات نيتروجينيه. فضلات نيتروجينيه نشادر يوريا حمض اليوريك كلهم فيهم نيتروجين، وكلهم ناتجين عن تكسير البروتين. سؤالها ازاي؟ فول، لحمه، اي حاجه كده بيتكلم فيها بروتين يبقى انت بتتكلم عن فضلات نيتروجينيه. وصلت؟ وصلت. بس بقى عندنا حاجتين ما يعتبروش من الفضلات او من يعني مش عمليه اخراج. زي ايه؟ اول حاجه عندك الطعام الغير مهضوم، اللي هو بيخرج من الامعاء الغليظه، اللي هو اللي بيتكون في الامعاء الغليظه وبعد كده بيخرج على هيئه ايه، على هيئه براز. طيب ليه؟ لان هو بيخرج من الجسم دون ان يعبر اي غشاء بلازمي. طالما ما بيعبرش غشاء بلازمي يبقى هو لا يعتبر من الايه، لا يعتبر اخراج. طيب عندنا حاجه كمان، يبقى ده الرسمه كده بتوضح الايه، الكلام ده، ان هو بيبقى بيتكون فيه اللي هو الامعاء الغليظه وبعد كده بيخرج على هيئه براز دون ان يعبر اي ايه، اي غشاء بلازمي. بعد كده بقى عندنا النيتروجين. انا بعمل شهيق، باخد نفس، بعد كده بطلعه، النيتروجين دخل وخرج بدون ما يعبر اي غشاء بلازمي. انما الاكسجين وثاني اكسيد الكربون عبروا الاغشاء البلازميه. يبقى دلوقتي انت عندك، بس انا بتكلم دلوقتي عن حاجات ضاره، احنا بنتكلم عن ضار، ما هو الاكسجين نافع مش ضار. احنا بنتكلم عن ثاني اكسيد الكربون خرجناه. طيب يبقى دلوقتي النيتروجين وعندك كمان اللي هو اللي دخل عن طريق الايه، اللي هو دخل شهيق زفير، دخل وخرج بدون ما يعبر اي غشاء بلازمي، يبقى بالنسبه لنا كده لا يعتبر من المواد الاخراجيه، لانه دخل وخرج بدون ان ايه، ان يعبر اي غشاء بلازمي. واي بقى ليه؟ يعني ليه هتخلص من المواد التالفه؟ ايوه انت بتقول لي السؤال، انت بتجاوب لنفسك اهو، انت هتخلص منين، من التالف. ما هو التالف ده لان طول ما هو في الجسم هيبقى في مشكله، هيسبب اضرار في الجسم. تراكم هذه المواد في الجسم يسبب لصاحبها اضرار، ممكن يموت او ممكن يموت على فكره. يعني الحاجات ديت لو سموم اصلا في الجسم. طيب حاجه كمان، احنا عايزين نتخلص او ننظم محتويات الجسم من الميه والملح. يبقى دلوقتي التخلص من المواد التالفه والمواد السامه، وكمان بننظم محتويات الجسم من الميه والايه، من الميه والملح. طيب كده احنا خلصنا كل الكلام ده، يبقى احنا كده وضحنا كل الايه، الحاجات دي. بعد كده بقى تعالى ندخل على اللي هو ايه. بص حته اللي هو الميه دهيت، حته الميه. لو انتوا فاكرين في الترم اللي فات كنا بنقول في الدم، كنا بنقول ان الدم ده ليه علاقه مثلا بتنظيم درجه حراره الجسم او تنظيم محتويات الجسم، وكان بيعمل حاجه اسمها اتزان داخلي للجسم. فكل ده ميه وملح، ميه وملح، فبيعمل حاجه اسمها اتزان داخلي او اتزان للبيئه الداخليه بتاعه الجسم. طيب يبقى بيحافظ عليها حاجه ثابته كده مظبوطه. يعني بيحافظ على النظام البيئي بتاع الايه، بتاع الجسم. طيب الحاجه دي زادت، الميه في الجسم زادت، لازم تخرج. طب قلت في الجسم، بنمنع خروجها، بنمنع ان لما يبقى عندي ميه تخرج اصلا من الجسم. فاهمين؟ في بقى هرمونات، في حاجات كتيره ان شاء الله نتعرف عليها السنه الجايه مع بعض. الكلام ده كله بيظبط محتويات الجسم. طيب بعد كده بقى، اولا احنا عندنا اعضاء للاخراج، وانا قلت لك من شويه في رسمه محتاج اعرفها لك. انا عندي 4 اعضاء للاخراج: الرئتين وعندي الكليتين والكبد والايه، والجلد. يبقى دلوقتي تعالى كده نبص. عندنا اولا كده اهو عندنا الجلد ده هو من ضمن الاعضاء بتاعه الاخراج، وعندنا الرئتين وعندنا الكبد وعندنا الكليتين.
طيب في حاجه بقى الامعاء الغليظه، قلت لك ان ديت مش من الاعضاء الاخراجيه. يعني انا ممكن اجيب لك سؤال واحط لك فيه ثلاثه من دول، واحد فيه الامعاء الغليظه، واحد فيه مثلا اللي هو الايه الشرج، اي حاجه من دول. تمام، فكده انا بالنسبه لي بعرفك وبقول لك ايه ان ده مش من ضمن الاعضاء الاخراجيه. تمام، سواء بقى اللي هو الامعاء الغليظه او الايه او الشرج. طيب تعالى بقى نعرف بعد كده بقى هو كل عضو من الاعضاء الاخراج دي بيخرج ايه بالظبط. اولا كده احنا عندنا اللي هو الايه اللي هو انا عامل لك الموضوع بشكل مختلف شويه. ازاي؟ عامل لك كذا مين اللي بيطلعها. يعني الطبيعي ان هو بيقول لك كذا بيطلع كذا وكذا وكذا وكذا. انا هنا عامل لك ان كذا بيطلع ايه، كذا بيطلع كذا. طيب هو كان الطبيعي في الكتاب ان هو مثلا يقول لك ان الرئتين بتطلع ثاني اكسيد الكربون، بتطلع مثلا الميه في صوره بخار ميه. انا بقى هنا عامل لك العكس، انا عامل لك الماده وبقول لك مين اللي بيطلعها. يبقى انا هنا عامل لك الماده وبقول لك مين اللي ايه اللي بيطلعها. فانا دلوقتي لو جيت قلت لك مثلا ان احنا عندنا ثاني اكسيد الكربون، الوحيد اللي بيطلعه هي الرئتين. الرئتين هي بتاخد شهيق، تطلع ثاني اكسيد الكربون في عمليه الايه في عمليه الزفير. طيب بعد كده عندنا الميه. الميه دي بتطلع عن طريق الكليتين بيخرج في صوره بول، عن طريق الجلد في صوره عرق، عن طريق الرئتين في صوره بخار ميه. ثلاث حاجات، ركز معايا بقى. ركز، انا بقول لك ايه، انا بقول لك الميه لها ثلاث حالات. والله لو طلعت عن طريق الكليتين كليه يبقى هتخرج في صوره بول. يبقى هتخرج في صوره ايه؟ هتخرج في صوره بول. طب لو قلت لك عن طريق مثلا جلد يبقى هتخرج في صوره عرق. طب لو قلت لك عن طريق الرئه يبقى تخرج في صوره ايه؟ بخار ميه. يبقى انا كده قلت لك كام حاله؟ ثلاث حالات. يبقى انت وانت بتذاكر الطبيعي ان هو بيقول لك الكليه بتطلع كذا كذا كذا، ديت بتطلع كذا كذا كذا. انا دلوقتي عملت لك ايه؟ انا جبت لك طريقه السؤال. السؤال يقول لك ايه؟ مثلا ايه المشترك؟ طب مشتركين في ايه؟ فانا عملت لك لعبه الاشتراك في ايه دلوقتي. طيب الاملاح عن طريق الكليه والجلد، العرق بيطلع الجلد والبول بيطلع فيه الجلد. العرق والايه والبول بيطلع فيهم الايه؟ العرق والبول بيطلع فيهم الايه؟ الملح. العرق والبول. طيب العرق من الجلد والكليتين بتطلع الايه؟ بتطلع البول. طيب بعد كده بقى التوابل، على حسب. التوابل بتخرج في البول ان هي من ضمن المواد اللي هتبقى خارجه في البول عادي جدا. طيب ولكن في جزء من التوابل، انا اكلت ملح، اكلت فلفل مثلا، عايز اعطس، وانا بعطس في توابل متطايره، ففي توابل متطايره خرجت عن طريق الرئتين. فيبقى دلوقتي التوابل بشكل عام المفروض كليتين، ولكن التوابل المتطايره تخرج عن طريق اللي هو الايه؟ عن طريق الرئتين. يبقى التوابل المتطايره خرجت عن طريق الرئتين. عندنا المواد السامه بقى، المواد السامه دي مهمه جدا. مين اللي بيتخلص منها؟ العضو اللي لسه ما اتكلمناش عنه، الكبد، هو اللي بيتخلص من المواد السامة، بيحول المواد السامة لمواد غير سامة. وفي حاجة كمان، الكليتين بتشترك معاه في نفس الوظيفة. ما هي الكليتين برضو بتتخلص من المواد السامة، وهنعرف الكلام ده ان شاء الله في المحاضرة الجاية، ان الكليتين بتتخلص من الايه؟ بتتخلص من المواد السامة. يبقى المواد السامة مين اللي بيتخلص منها؟ الكبد والايه والكليتين. يبقى لما يجيب لك المشترك بين كذا وكذا، الكبد والكلية، او يقول لك ان واحد ده كبد فاللي مشترك معاه ده مثلا وليكن هيبقى كليه، او مشتركين في ان هم بيخرجوا المواد السامه، فتبقى عارف ان طالما مواد سامه يبقى كبد وكليه. وصلت كده؟ يبقى في حاجات احنا بس من ايه؟ بنحددها بحاجات محدده. طيب بعد كده بقى اول حاجه معانا في الدرس هنبدا بايه؟ بالجلد، او اول يعني عضو هنبدا بيه ان شاء الله الجلد. الرئتين خلصت خلاص، يعني الرئتين خلص ثاني اكسيد الكربون والميه، خلص الموضوع بتاعها بخار الميه، والتوابل طبعا الايه المتطايره. ولكن بقى الجلد كعضو هناخده، وهناخد الكليتين، والكبد كده هناخده في اخر الدرس التاني في حاجه بسيطه سريعا كده. طيب المفروض دلوقتي احنا عندنا الجلد بقى هو الواقي، او هو الغلاف الخارجي للجسم، وهو الوظيفه الاخراجيه بالنسبه للجلد مثلا بالنسبه للعرق. يعني وظيفته الاخراجيه او الحاجه اللي هيخرجها العرق. يبقى دلوقتي المفروض ان هو الغلاف الخارجي وظيفته الاخراجيه ان هو يخرج العرق. طب هو العرق ده كان محتوي على ايه؟ او الجلد بيخرج ايه؟ تعالوا كده نعرف بقى العرق ده هيكون خارج فيه ايه. اولا العرق ده هيكون خارج فيه ميه. ميه، ما هو العرق هيخرج فيه ميه، وهيخرج فيه ملح، وهيخرج فيه حاجه كمان مهمه جدا اللي هي الفضلات النيتروجينيه. على فكره الفضلات النيتروجينيه ما اتكتبتش في الكلام ده. طيب الفضلات النيتروجينيه ممكن نبقى نزودها هنا كده. تمام، ففي حاجه اسمها الفضلات النيتروجينيه. الفضلات النيتروجينيه ديت بتبقى بتخرج عن طريق حاجتين، عن طريق الكليتين وعن طريق الايه؟ وعن طريق اللي هو الجلد. عن طريق الكليتين وعن طريق الجلد. عن طريق الكليتين بتبقى بنسبه كبيره، عن طريق الجلد يبقى في فضلات عن طريق الجلد،
فضلات نيتروجينية، ولكن بتكون نسبة قليلة. نسبة ايه؟ قليلة. يبقى دلوقتي نسبة ايه؟ قليلة عن طريق الجلد، ونسبة كبيرة عن طريق الايه؟ عن طريق الكليتين. طبعا ديت ما اتكتبتش. طيب بس ده كل الموضوع بتاع الايه؟ بتاع الجلد. طبعا احنا هناخد تركيب الجلد وهندرس تفصيلة لها علاقة بالجلد. اولا انا عايزك بس تبقى عارفها ان الجلد ده هو الواقي الخارجي للجسم. الجلد هو الواقي الخارجي بيحمي الجسم من الميكروبات. يبقى دلوقتي انت مثلا جالك ميكروب اهو، فانت من الواقي الخارجي هو المين؟ هو الجلد. ليه؟ الجلد انت اول حاجه هتيجي الميكروب يدخل هيلاقي مين؟ هيلاقي الجلد، فهو بيمنعه. يبقى ده ممكن نقول عليه ان هي وظيفه مناعيه، وهنعرف الكلام ده دلوقتي. طيب اولا كده الجلد عباره عن طبقتين. اول طبقه اسمها البشره اللي بره دي، تاني طبقه اسمها الايه؟ اللي هي الادمه. يبقى اول حاجه اسمها البشره. تمام. وتاني حاجه اسمها الايه؟ اسمها الادمه. انا مش عايز اقول الغلط ده ناتج عن مين يعني. طيب يبقى اول حاجه اسمها الايه؟ اول حاجه اسمها البشره. تاني حاجه اسمها مين؟ اسمها الادمه. يبقى في حاجه كانت ناقصه وفي حته غلط برضه دلوقتي. طيب اول حاجه اسمها البشره، حتى هي مكتوبه تحت خالص اهي. طيب دلوقتي اول حاجه اسمها بشره، تاني حاجه اسمها الايه؟ الادمه. يبقى البشره وبعد كده الادمه. طيب ما تيجي نفهم الكلام ده. اولا انت عندك الجلد اهوت عباره عن البشره، وبعد كده عندك الادمه ولكن هنسيبها كبيره شويه. بعد كده انت هتيجي تبص هتلاقي في طبقه دهنيه كده، فممكن نقول ان في طبقه دهنيه، طبقه من الدهون هنا كده. يبقى دي كده يبقى دي كده طبقه من الايه؟ من الدهون موجوده. يبقى احنا عندنا البشره، وبعد كده عندنا الادمه، وبعد كده عندنا السطح بقى خلاص بعد الجلد نلاقي طبقه من الدهون. وعلى حسب بقى الشخص ده تخين ولا رفيع وفيه دهون ولا مفيش دهون والكلام ده كله. طيب بعد كده هنلاقي ان احنا عندنا طبعا اللحم. بعد الدهون هنلاقي اللحم. بعد اللحم بقى هنلاقي اللي هو العظم. وطبعا اللحم والعظم ده ان شاء الله هندرسهم السنه الجايه. يعني اللحم ده عضلات، واللي هو العظم ده اللي هو مين؟ اللي هو الجهاز الهيكلي، هندرسه برضه السنه الجايه. دول اصلا اول درسين في المنهج. طيب يبقى دلوقتي الجلد عبارة عن طبقتين، طبقة البشرة وطبقة الايه؟ الأدمة. البشرة هي الطبقة السطحية. يبقى الطبقة السطحية ديت اللي هي السطح اللي انت شايفه قدامك ده. طيب الطبقة الداخلية بقى اللي تحتها، يعني انا اقدر اقول ان في الطبقة السطحية وفي الطبقة الداخلية اللي هي باللون الاحمر ده كده، او اللي هي دي كده. ممكن نقولها مثلا اللي هي الازرق دي كده اهي. دي اسمها الطبقة الداخلية. يبقى احنا عندنا طبقة سطحية وعندنا طبقة ايه؟ وعندنا طبقة داخلية. فالطبقة السطحية هي اللي موجودة في الجسم ده. طيب حتة بقى الدهونيات، او يلتصق الجلد بالجسم بواسطة طبقة دهنية اهي، اللي هي الدهون اللي انا اتكلمت عليها من شوية واتكتبت لك برضو. يبقى انت كده ايه؟ يبقى انت عارفها. طيب الأدمة مش هتكلم عنها دلوقتي، هتكلم عنها في وقتها واقول لك الخمس حاجات بتوعها. طيب بعد كده انت عندك الايه؟ عندك البشرة بقى انا قلت لك عندك طبقة سطحية وعندك طبقة داخلية. طب الطبقة السطحية دي بقى عبارة عن ايه؟ شكلها عبارة عن ايه؟ بس انا عايز اقول لك حتة كده من اولى ثانوي. هي الخلايا اصلا بتاعة الطبقة بتاعة الجلد ديت طبقة خلايا ايه؟ نوعها ايه؟ خلايا طلائية. طب الخلايا الطلائية ديت كانت بتبقى، كنا بنقول عليها خلايا طلائية. والخلايا الطلائية دي كانت بتبقى حرشفية، او مثلا ممكن نقول عليها يعني حرشفية مركبة. يعني كانت بتبقى اصلا صفوف مصففة. ليه؟ لان هي كانت اكتر من صف، ما كانش صف واحد من الخلايا. فكنا بنقول عليها ان هي بتكون ايه؟ اللي هي طلائية بسيطة ولا مركبة؟ لا كانت بتبقى مركبة. يبقى هي خلايا طلائية مركبة، وكانت بتبقى الطبقة اللي فوق الطبقة السطحية بتاعتها كانت بتبقى حرشفية. فممكن نقول عليها حرشفية مصففة. أو ممكن نقول عليها مثلا يعني طلائية مركبة. أي حاجة من الإيه؟ من الاتنين دول. بس الطبقة السطحية بتاعتها كانت بتبقى حرشفية. ممكن يسألك فيها؟ لأ، بس يعني تبقى أنت عارفها وخلاص. طيب الطبقة السطحية بقى مالها؟ ده انا لو جبت ابره دلوقتي وحاولت ادخل الابره دي كده، يعني مثلا لو جبت حاجه مثلا دي كده وحاولت ان انا اشك نفسي كده، يعني من الجنب، مش بقولك ان انا ادخل، لا انا بقولك من الجنب كده، ايه اللي ممكن يحصل؟ ولا اي حاجه. ليه؟ لان الطبقه ديت اصلا غير حيه، طبقه ميته، انا مش حاسس بيها في اي حاجه. يعني لما الجلد بيقشر ويموت عادي بيتجدد تاني. طيب ليه؟ لأن الطبقه دي اصلا بتبقى ميته. طيب يبقى الطبقة دي أول حاجة كده هي بتبقى خلايا غير حية. ولكن الخلايا الغير حية دي بيبقى فيها مادة قرنية اسمها الكيراتين. مش الكرياتين، لا دي طبقة اسمها الايه؟ اسمها الكيراتين. طب يعني ايه كيراتين بقى؟ الكيراتين ده هو الواقي الخارجي للايه؟ للبشرة. يعني هو ده عامل زي الواقي بتاعها، يبقى بيعمل على حمايتها.
طيب يبقى اهو مادة قرنية تسمى الايه الكيراتين، فتعمل على حماية الجلد من غزو الميكروبات. يبقى انا دلوقتي في ميكروب جاي يدخل، لا انا بعمل ايه؟ بعمل حماية ضده. دي بقى وظيفة مهمة، وانا لسه لحد الان ما اتكلمتش عن العرق ووظيفة الاخراج، فدي بقول عليها وظيفة مناعية. يبقى انا عملت له مناعة ضد الكائنات الممرضة عن طريق مين بالظبط؟ عن طريق اللي هو الجلد، لان الجلد فيه الكيراتين، والكيراتين ده بيعمل على منع او غزو الميكروبات. تمام كده؟ طيب بعد كده تعالى ننزل شويه تحت، ندخل على الطبقه الداخليه. طب لسه فاضل كلام، لا احنا هندخل على الطبقه الداخليه الاول. طيب الطبقه الداخليه دي عباره عن ايه بقى؟ بتبقى خلايا حيه. فانا دلوقتي عندي خلايا هيت خلايا ميته، وبعدها عندي خلايا تحت حيه. فالخلايا دلوقتي حيه هيت بتعمل ايه بقى؟ بتيجي رايحه طالعه كده لحد الطبقه اللي فوق، واول ما توصل للطبقه السطحيه تيجي رايحه ميته. يبقى مين اللي بتكون الطبقه السطحيه؟ الخلايا الايه؟ الطبقه الداخليه. يبقى الطبقه الداخليه بتهاجر من تحت تطلع لفوق، تطلع للطبقة السطحية، فبتعوضها بتجددها، يعني بتخليها بتجدد بشكل مستمر زي الشعار الجذرية كده. لأن هي معرضة لإيه؟ أنا دلوقتي لو عملت كده، وأنا عملت كده أنا موتت ملايين، أنا موتت آلاف الخلايا، ملايين خلايا عادي جدا. بعمل كده خلاص موتت ملايين خلايا، إيه اللي حصل؟ الطبقة الداخلية بتطلع لفوق، وأول ما توصل فوق تموت، فتعوض خلايا الطبقة السطحية بالتجديد بشكل مستمر. أول ما توصل فوق تموت. يبقى دلوقتي ان انا عندي الطبقه السطحيه هي الطبقه الداخليه بتبقى خلايا حيه بتعوض الطبقه السطحيه بالتجديد المستمر. طيب بعد كده بقى لما اجي ارجع اقول نفس المعلومه فوق، الطبقه السطحيه بتنشا عن هجره خلايا الطبقه الداخليه، والتي تتولى تكوينها الى اللي هو الايه الى السطح الخارجي ثم تموت. نفس الكلام انت خدته هنا وخدته هنا، مش محتاج خلاص، خلص، تافه. طيب تتجدد باستمرار وتعوض لأنها دائما معرضة للاحتكاك عند تجفيف الجسم أو عند الاحتكاك أو أي حاجة، خلاص هي بتموت. كده خلصنا من الحتة دي. فاضل حتة واحدة بس في الطبقة الداخلية، اللي هي إيه؟ الطبقة الداخلية ديت بقى بيبقى موجود في القاعدة بتاعتها حاجة اسمها خلايا بتفرز الميلانين. يبقى موجود عند القاعدة بتاعتها خلايا بتفرز الميلانين. طيب ما هو الميلانين؟ الميلانين ده هو اللي بيدي للبشرة، هو اللي بيدي للجلد اللون بتاعها. يعني مثلا لما اقول ان الشخص ده ابيض او اسود، يعني افرق بين شخص مثلا في السودان، في فرنسا، في مصر، في امريكا، في اي حته في الدنيا، عن طريق الجلد، عن طريق الميلانين. طيب لما اجي اقول هو الشخص مثلا اللي في امريكا ده، اللي في امريكا او في فرنسا مثلا، والشخص اللي في مصر، والشخص مثلا اللي في السودان، مصر والشخص اللي في السودان. فالشخص اللي في السودان ده اللي هو البشره بتاعته بتبقى داكنه، طب مصر لا بتبقى افتح شويه، اللي في امريكا لا فاتحه خالص. طيب هو ايه الفرق بقى بينهم هما التلاتة؟ كميه الميلانين اللي بتفرز. طب مين فيهم اللي عنده كميه ميلانين بتفرز اكتر؟ يعني انا مثلا لما اجي احدد دلوقتي اعرف هو يعني اللي في امريكا اكتر ولا اللي في السودان، احنا كده كده في مصر في النص، تمام؟ فمين اللي اكتر؟ اللي في السودان هو الاكتر. فلما تفرز ميلانين اكتر فكده انت بتدي للبشره لون اكتر. فيبقى مصر لا اقل في الميلانين شويه، طب امريكا اقل في الميلانين خالص. يبقى دلوقتي عندك حبيبات الميلانين هي اللي بتخلي الجلد يكتسب اللون بتاعه. يبقى دلوقتي المفروض ان دي حاجه، يعني المفروض ان هي حلوه عاديه، تمام؟ ان انا عندي الخلايا بتاعتي بتطلع ميلانين اكتر منك، انت ما عندكش ميلانين اصلا، يلا يا ابو ميلانين اللي ما عندكش ميلانين. طيب او كميتها عندك قليله، لان اللي ما عندوش ميلانين ده الشخص اللي انتوا بتشوفوه اللي هو بيبقى لون الشعر ابيض، لون الوش ابيض، لون الجلد ابيض، كل حاجه بتبقى بيضه، بيبقى لونها ابيض خالص. ده كده ما عندوش اصلا ميلانين. طيب وده مش علينا يعني. طيب بعد كده بقى عندنا حاجه اسمها الايه؟ عندنا حاجه اسمها القلم. ما هي القلمه؟ دي الطبقه اللي تحت البشره. يبقى انت عندك اول حاجه البشره، بعد كده عندك الايه؟ بعد كده عندك القدمه. القدمه دي بقى الانسجه بتاعتها بتكون انسجه ايه؟ بتكون انسجه ضامه. القدمه بتكون انسجه ايه؟ بتكون انسجه ضامه. طيب القدمه الانسجه الضامه ديت، يعني برضو ما نيجي ناخد حته اولى ثانوي، الانسجه الضامه دي كانت ليه؟ يعني ايه انسجه ضامه؟ بيبقى نسيج في فاصل بين الخلايا وبعضها، يعني في خليه اهيت وفي فاصل بين الخليه والتانيه والخليه والتالته والخليه والرابعه، ففي ماده بين خلويه بين الخلايا كده، ماده بين الخلايا اسمها ماده بين خلويه. دي حته قديمه برضو. طب الماده البين خلويه دي بقى هنا بتكون عامله ازاي؟ بتكون سائله ولا بتكون صلبه ولا بتكون شبه سائله؟ انت من رايك ايه؟ يعني تحس ان هي مش سائله، مش دم ومش عظم، يبقى شبه سائله. الماده البين خلويه بتكون شبه سائله. يبقى دلوقتي هي انسجه ضامه، والماده البين خلويه بتاعتها بتكون ايه؟ بتكون شبه سائله.
برضه معلومة مش عليك ولكن قديمة واخدتها قبل كده. طيب بعد كده بقى تعال نشوف الخمس حاجات اللي بتكون مين، اللي بتكون الأدمة. أولا كده احنا عندنا حاجة اسمها الغدة العرقية، ودي أهم حاجة أنا عايزها أصلا. دي خلاص دي بقى بتاعت العرق اللي أنا جاي أتكلم عليها أصلا. طيب وعندنا الإيه الغدة الدهنية. طيب دي أول حاجة. تاني حاجة بقى عندنا حاجة اسمها بصيلات الشعر وعضلة الشعر. والشعرة طبعا يعني عندك الشعرة تمام، ففيها بصيلات وفيها لها عضلة. طيب وعندك حاجة اسمها النهايات العصبية الحسية. عندك حاجة اسمها النهايات العصبية الحسية في تكوين الجلد، وهنشوف الرسمة اللي بتوضح كل الكلام ده كمان شوية. طيب بعد كده عندك حاجة اسمها الأوعية الدموية. عندك الأوعية الدموية اللي بتغذي البصيلات بتاعت الشعر، وهنشوفها برضو على الرسمة. بعد كده عندك الخلايا الإيه، عندك الخلايا الدهنية. طيب ما تيجي نشوف كل الكلام ده في الإيه في الرسمة. تعالى كده نرجع نبص على الرسمة. أولا الرسمة قدامنا اهيت. فالرسمة عندك اولا كده الشريان والوريد، فدي اسمها الايه الاوعيه الدمويه، واللي هي هتبقى الشعيرات طبعا في المنطقه ديت. وعندك دي طبعا الشعره اهيت، دي الشعره. فالشعره ليها ادي هنا دي البصيله بتاعت الشعر، الحته اللي تحت دي اسمها البصيله بتاعت الشعر، يبقى بصيله الشعر الحته اللي تحت دي. طيب ده هي كده اسمها العضله بتاعت الشعره، عضله الشعره. يبقى انا عندنا بصيله وعندنا عضله للشعر. طيب وعندنا الشعره نفسها. طب عايزين نعرف ايه اهميه الكلام ده. يعني انا مش عايز اتكلم عن العرق ولا الكلام ده كله دلوقتي، عايز اتكلم عن الشعره وبصيله الشعره وعضله الشعره. اولا بصيله الشعره فيها اوعيه دمويه من تحت عشان تغذيها، يبقى بصيله الشعره فيها اوعيه دمويه اهيت. الاوعيه الدمويه اللي موجوده دي كده عشان تغذي عشان تغذي الشعر نفسها. طيب بعد كده عندنا العضله، فيقول لك ايه زيت مش عارف كذا كده بيغذي البصيلات ويمنع تقصف الشعر والكلام ده كله. طب ما احنا عايزين حاجه من عند ربنا تمنع تقصف الشعر. مش بيقول لك الغده الدهنيه حلوه، البشره الدهنيه او الغده الدهنيه والحاجات دي كلها؟ ايوه تعالى نفهم الكلام ده. الشعره بقى بيبقى عندها غده دهنيه بتفرز دهون علشان تسهل زي دهون كده او زيت، تسهل خروج الشعره وتمنع تقصفها. يبقى انا دلوقتي لما جيت رايح مخرج الشعره كده وفي دهون فخرجتها وهي يعني مش ناشفه، لا دي طريه كده وبمنع تقصفها. طيب يعني طبعا لكل البنات اللي بتسمعنا نفسها تبقى دلوقتي الشعر عندها يبقى فيه غدة دهنية. تمام، فلا حط زيت دبر أملة والحاجات الخايبة دي. طيب بعد كده بقى عندنا العضلة. في حاجة اسمها كده أنا شعري واقف من الخضة. وعيني شعري واقف من الخضة. ما هو شعري واقف من الخضة نتيجة إن في عضلات في الشعر. ما هو إيه اللي خلى الشعر يقف؟ إن في عضلات في الشعر. يعني بس العضلات دي بقى عضلات لا إرادية، يبقى نكتب كده إن أنا عندي عضلات لا إرادية. عضلات لا إرادية هي اللي موجودة فين؟ موجودة في الشعر. فالعضلات اللا إرادية ديت بتخلي الشعر يتحرك، بس إمتى؟ لما يحصل انقباض وكده بس أنا اللي بتحكم فيها؟ لا، أنا ممكن أقول لشعري اقف. طب نام، ثابت قدامك اهو ثابت. يبقى دلوقتي هل انا بتحكم في الشعره؟ لا. يبقى مين اللي بيتحكم فيها؟ ان في الجسم نفسه اللي بيتحكم في العضلات دي، انا ما بتحكمش فيها. تمام، يبقى العضلات اللا اراديه ديت انا مش بتحكم فيها. تعالوا نشوف الكلام ده. اولا كده انا خلاص عندي اللي هو الشعره. تمام، فالشعره ديت بيبقى فيها بصيله وبيها عضله تحركها اذا انقبضت. لما يحصل انقباض فيها عضله، وقلت لكم ان العضله ديت لا عضله لا إرادية، لا إرادية. طيب أولا كده بيبقى قرب خروجها بيبقى في حاجة اسمها غدة دهنية عشان تفرز مادة دهنية بتسهل خروجها من الجلد وبتكسبها الليونة عشان تمنع الإيه؟ عشان تمنع التقصف بتاعها. برضو الكلام كده بالنسبة لك بقى بسيط وسهل. تعالى بعد كده نخش على النهايات العصبية الحسية. فالنهايات العصبية الحسية احنا قلنا في 5 حاجات ويعتبر اتكلمنا عنهم، فاضل حاجة واحدة بس، الغدة العرقية. طيب النهايات العصبية الحسية بتستجيب للضغط، ضغطت، لمست، اتلسعت، الألم، درجة الحرارة، أي حاجة. مش أنا بحس؟ أيوه بحس. يبقى طالما أنا بحس يبقى في نهايات عصبية حسية موجودة في البتاع دي. اتشكيت بإبرة يبقى ألم، سخونية، درجة حرارة، درجة حرارة جو، اتلمست، أي حاجة. يبقى كل ده اللي بتستجيب للنهايات العصبية الحسية للضغط واللمس والألم ودرجة الحرارة اللي موجودين. طيب بعد كده حته ثاني اكسيد الكربون وحته الاكسجين اللي اتكلمنا عليها في الاول خالص، قلت لك ان ثاني اكسيد الكربون بيخرج والاكسجين بيدخل مكانه. طيب فده كله اهوت حتى ممكن نقول ينقل ثاني اكسيد الكربون من العديد من خلال الجسم، من خلال عمليه الايه اللي هي التنفس الخلوي. وبعد كده المهم انه يخرج عن طريق الايه؟ عن طريق الرئتين. برضه الكلام متوضح لك ومتوضح لك برسمه جميله وزي الفل. الرسمه قدامك اهيت تقدر تبص فيها وموضح لك عمليه التبادل الغازي بمعنى صح يعني. طيب تعالى بقى
تعالى على الحاجة المهمة جدا 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 جدا، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي العرق. ما هو العرق هي الوحدة الإخراجية. خلي بالك أنا قلت لك عضو مناعي، لأن الجلد عضو مناعي، لأن هو قلنا بيحمي الجلد، بيحمي الجسم من الغاز والميكروبات. طيب خلي بالك بقى، ما أنا ممكن أقول لك إن هو عضو إحساس، لأن هو هنا كده كان عضو إحساس، لأن هو كان بيستجيب للألم واللمس والضغط ودرجة الحرارة. طب تعالى بقى هنا ايه الوظيفة بتاعته بقى؟ الجلد ده بيبقى عنده حاجة اسمها الغدة العرقية. فالغدة العرقية ديت هي وحدة الإخراج في الجلد، هي الوحدة الإخراجية في الجلد اللي هي بتخرج العرق. يبقى مين الوحدة الإخراجية للجلد أو في الجلد؟ الغدة العرقية، لأن هي بتخرج العرق. طب ازاي؟ تعال نشوف بقى رسمة الغدة العرقية. أولا كده عندك الجلد اهوت، وادي عندك الجلد موجود في طبقة الأدمة. وادي الطبقة بتاعت البشرة اهي. بص كده بتلاقي ادي عبارة عن قناة ملتفة حوالين نفسها كده، تمام، او غده ملتفه حوالين نفسها كده، وبتبقى انبوبه، وتطلع تطلع تطلع وتجرحها فتحه عند اول البشره، اول الجلد هنا بمسام. فيقول لك ايه؟ اصل المسام بتاعت الجلد بتاعته مفتوحه، فالعرق بيخرج من المسام ده. يبقى دلوقتي انت عندك غده اهيت، غده دي غده عرقيه، غده عرقيه. فالغده العرقيه ديت بقى مالها؟ بتبدا ان هي بتبقى قناه ملتفه حوالين نفسها كده، بتفتح، وبعد كده بتلاقي عندك الانبوبه العرقيه، الانبوبه او القناه، انبوبه أنبوبة أو قناة عرقية، وتبدأ تطلع في الآخر تفتح عند مسام الجلد، مسام الجلد. فالمسام بتاعت الجلد ديت هي بقى بتفتح تخرج العرق منها. يبقى دلوقتي العرق بيخرج من المسام اللي موجود هنا ده، يبقى المسام اللي في الطبقة السطحية بتاعت الجلد. يبقى هي بتبقى موجودة أصلا في الأدمة، وتطلع تطلع 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 لحد ما توصل للمسام بتاعت الجلد في طبقة البشرة. يبقى هي بين حاجتين، بين طبقة الأدمة وطبقة البشرة. تمام كده؟ طيب يبقى هي عبارة عن أنبوبة رفيعة ملتفة حوالين نفسها، وتفتح عن سطح الجلد في طبقة البشرة. طيب بفتحات تسمى مسام العرق. نفس الكلام. هاو ازاي بقى بتستخلص العرق من الجسم؟ يعني العرق ده او العرق بتستخلصه ازاي من الجسم؟ هاو عن طريق بقى، هي مش بيبقى جنبها شعيرات دموية؟ ايوه. فدلوقتي تعالى كده افهمك الموضوع بقى. ادي هيت بتبقى قناة ملتفة حوالين نفسها، تمام، وفاتحة عند مسام الجلد. فانا دلوقتي عندي شعيرات دموية، عندي ليه؟ عندي الشعيرات الدموية. فالشعيرات الدموية دهيت بتبدأ تتسع. يعني انا في عرق اهو، فانا عايز، انا دلوقتي في الصيف، في فصل الصيف مثلا، فصيفا يبدأ ان الاوعية الدموية او الشعيرات الدموية تبدأ تتسع. فلما تتسع فتلاقي الوعاء قد ايه؟ اصبح ان هو قد كده. فلما اصبح ان الوعاء بقى كبير قوي كده، ايه اللي يحصل؟ هيبدا يبقى سهل ياخد منه كميه الميه والملح اللي هو عايزها، فيبدا يستخلص الميه والملح والفضلات النيتروجينيه، وزي ما قلت لك نسبه صغيره من الفضلات النيتروجينيه، يبدا ان هو ياخدهم دول كلهم كده ويبدا ان هو يطلعهم. يبقى هو يقدر ان هو يستخلص العرق عن طريق ان هو هياخد الميه والفضلات النيتروجينيه، هياخدها والملح، ويبدا ان هو يدخلهم جوه الغده العرقيه، وبعد كده يجرح كده كون العرق، ويجرح مطلع العرق ده في مسام الجلد، ويطلع على هيئة مية، يطلع على هيئة مية ثم بعد كده يتبخر. خلي بالك، طلع على هيئة مية سائلة، تدفق من الجلد على هيئة مية سائلة ثم بعد كده تبخر العرق. بس ايه اللي حصل؟ حصل اتساع للشعيرات الدموية. يبقى لما حصل اتساع للشعيرات الدموية في فصل الصيف، فعلى فكرة بقى أنا بعتبر إن الكلية والجلد دول حاجات موسمية. ليه حاجات موسمية؟ لأن مثلا الجلد بيخرج العرق، فالعرق ده بيخرج أكتر في فصل الصيف ولا الشتاء؟ أكيد في فصل الصيف، يبقى صيفا. إنما الكلية بتخرج البول في فصل الإيه؟ في فصل الشتاء بيكون أكتر. تلاقي نفسك بتدخل حمام كتير في الشتاء، بس انت ما بتدخلش الحمام كتير في الصيف، ولكن العرق بيكون كتير في الصيف. فبعتبر ان دول، يعني دول حاجات موسميه كده، بعتبرهم ان هم حاجات موسميه. فبيحصل اتساع للشعيرات الدمويه، فيبدا يبقى سهل او يبقى اكتر امتصاص للميه والملح والفضلات النيتروجينيه، ويحصل الكلام ده كله فيكون العرق. طب في الشتاء العكس، الشعيرات الدمويه بتبقى ضيقه، فلما يبقى ضيق في الشعيرات الدمويه فمش هيقدر يمتص ميه وملح كتير، فمش هيقدر يعمل عرق كتير. تعال نقرا الكلام الجميل ده. اولا كده، تستخلص الغدة العرقية العرق اللي هو المية والملح والفضلات النيتروجينية ونسبة صغيرة هيت، تمام، من الدم، ثم يتبخر على سطح الجلد فبيقلل من درجة حرارة الجسم. هو أنا في فصل الصيف بعمل إيه؟ بخرج عرق عشان أوصل إن أنا أقلل من درجة حرارة الجسم. وبالله عليكم، إيه هي الوظيفة الأساسية للجلد؟ إن أنا بقلل درجة حرارة الجسم.
وظيفته الاساسيه ان انا بقلل درجه حراره الجسم. ليه؟ انا لما اخرج العرق، الوظيفه الاساسيه بتاعت العرق يعني، انا لما اخرج العرق في الصيف ولا في الشتاء؟ في الصيف، عشان اقلل من درجه حراره الجسم. طب اثبت لي الكلام ده. انا في الشتاء درجه حرارتي عاليه، فبروح للدكتور او بروح للصيدليه باخد حقنتين للبرد، وبعد ما اخد حقنتين البرد ايه اللي بيحصل؟ بتغطى، وبعد كده اعرق، بعد كده فوق. هو انا لما عرقت فانا كان جسمي سخن فقللت درجه حراره جسمي، فيبقى العرق نتيجته ان انا بقلل درجه حراره الجسم، مش بتخلص من ميه وملح. طب اثبت اكتر. لان الميه والملح ممكن اقدر اخرجهم عن طريق الكليه، يعني اخرجهم في البول، فانا مش محتاج ان انا اقول خلاص ان الجلد بقى هو الوظيفه الاساسيه بتاعته ان هو يخرج لي الميه والملح. تمام، يبقى انا الوظيفه الاساسيه ان هو بيقلل من درجه حراره الجسم. فعشان في الصيف احنا درجه حرارتنا عاليه والجو حر عالي، فانا بقلل من درجه حراره الجسم، بلطف درجه حراره الجسم. طيب يزداد معدل العرق صيفا عندما يكون الجو حار، فارتفاع درجه حراره فوسع الشعيرات الدمويه، فانا عايز عايز اقلل درجه حراره الجسم، فبخرجها في صوره ايه؟ بخرجها في صوره عرق. طبعا العكس في الشتاء. طيب بعد كده بقى، انا دلوقتي بقى في عرق، فيقول لك ايه؟ طبعا دي حاجه مهمه جدا 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 يعني، استحموا يا جماعه في الصيف، استحموا في الصيف كتير جدا جدا جدا، مزيل عرق يا جماعه كتير جدا جدا جدا. طيب ليه؟ لان طبعا العرق ده بيبقى لازج، لما بيلزق كده بيمسك، وبعد كده فتره تلاقي ريحه كريهه وشويه حاجات كده. فيا جماعه بالله عليكم رشوا مزيل عرق، تمام؟ يعني استحموا كتير، يعني خدوا دش وشاور كتير جدا جدا جدا. ويعني بس عشان في ناس يعني ايه، في ناس بتسيب الدنيا خالص، وفي ناس بتبقى موسوسة جامد في الحاجات دي. فيعني ايه، عايزين الكل على الاقل حتى يبقى متوازيين كده. طيب فدلوقتي يجب ازالة الفضلات النيتروجينية، تمام، او الفضلات يعني المتخلفة عن العرق، تمام، بالغسل حتى لا تبقى هذه الفضلات فتجعل الجسم لزجا، وهتسد مسام العرق فمش هيطلع عرق تاني. يعني في واحد بقى ممكن يقعد بالايام فما ينفعش. تمام، فده كده انت سديت مسام العرق، فجسمك مش هيطلع عرق، فهيعمل حاجات تحت الجلد، وده خطر كبير كبير كبير. ففي خطورة كتيرة لأنها مواد سامة لازم تتخلص منها، الفضلات النيتروجينية سامة. طيب تاني حاجة بعد كده، للوقاية مما ينبعث منها من روائح كريهة عند تراكمها. فيعني استحموا يا جماعة. تمام، بس ده كده كل الدرس الأول. فيعني لو عجبكم الفيديو والشرح، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة، وابعتوا الفيديوهات لأصحابكم طبعا، وهسيب لكم لينك جروب التليجرام في وصف الفيديو. وبس كده يا شباب، دمتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.